السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. مع بعض كده انا هقول لكم تجربتي مع الحنة الهندية. انا طبعا دايما بعمل لوالدتي الحنة. هي طبعا شعرها ابيض خالص تماما يعني. فطبعا حبيت ان انا اغير لها. كنت دايما بجيب الحنة اللي هي السايبة اللي عند العطار. فشايفين البواكي ديت، انا لقيت الباكو دوت عند العطار. دي حنة هندية بواكي كده اهوت، اسمها جوليشيا. بصراحة انا قلت اجربها لان سمعت ان هي حلوة قوي 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 وبتدي نتيجة حلوة قوي للشعر الابيض. فقلت اجربها كده معاها. طبعا هي في منها الوان، البني وفي منها الاسود وفي منها الاحمر وفي منها البندقي. انا قلت كده ايه، اجيب لها البني واشوف كده النتيجة بتاعته ايه، هتطلع ايه معاها. فقلت طبعا احط عليه بقى ايه، ازود او اعجنه بايه. هو العطار قال لي اعجنيها بالميه عادي جدا هتبقى حلوه. بس انا قلت برضو ايه، ازود لها ايه بقى ايه، معلقه بن ومعلقه شاي، واغليهم على النار كده كويس عشان ايه، حتى ايه تديني اللي هو اللون البني الغامق، وتديني ايه نتيجة حلوة. بصراحة كنت خايفة قوي من النتيجة، ان هي ايه ما تلقطش في الشعر الابيض وما تغطيلهاش الشعر الابيض. فقلت كده ايه اجربها. طبعا هنا بصي الباكو طبعا صغير جدا. انا جبته من عند العطار ب30 جنيه الباكو دوت. وطبعا شعرها خفيف وقصير. لو انتي بقى شعرك طبعا على حسب طول الشعر بتاعك، طبعا لو اتقل واطول فاكيد الكيس طبعا مش هيكفيكي. ده الكيس كفاني. هو شعرها خفيف زي ما قلت لكم وقصير، فالكيس دوت كفاني. طبعا زودت لها اللي هو معلقه البن ومعلقه الشاي، غليتهم كويس جدا وصفيتهم. وحطيت لها هنا اهوت معلقه من زيت اللوز الحلو ومعلقه من زيت الزيتون، طبعا عشان يدي نعومه وايه، والحنه دي يعني ما تنشفش الشعر. فكل ما بتحطش برضو الزيت دوت بيديها ايه، بيدي للشعر طراوة كده وبيخلي الشعر ناعم وبيخليه ايه جميل. الحنة ديت بصراحة يعني جميلة جدا يعني. فايدتها كمان ان هي بتغذي الشعر ومفيش فيها امونيا، خالية من الامونيا تماما. تعتبر يعني حنة طبيعية. أهي. طبعا انا هنا بعجنها هنا اهوت. هي طبعا ما بتاخدش لان الكيس صغير، فخدت شويه ميه صغيرين اللي هي المغلي البن والشاي اهيت، ومعلقه زيت الزيتون والزيت اللوز الحلو. طبعا هنا انا بعجنها كويس جدا. طبعا بتكون بقى الشعر مغسول بالشامبو ويكون الشعر ناشف. وببتدي بقى ان هو عملتها بقى ايه من الجذور ولغاية الاطراف. اول ما بتعجنيها لازم تستخدميها على طول، دي ما بتتركنش ولا بتتخمر. وخدت على الشعر حوالي ساعة، يعني ساعة كده اهوت، وعلى طول ايه غسلته لها. اقول لكم ادتني نتيجة جميلة جدا 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 يا بنات، والله ادتني البني الغامق الجميل، وغطت كل الشيب اللي في الشعر، ما خلتليش ولا شعرة بيضة. بصراحة جابت نتيجة حلوة جدا جدا. وقلت لا، انا لازم كل ما اجي اعمل شعر والدتي لازم اجيب لها الحنة ديت، لان هي فعلا ادتني نتيجة حلوة جدا جدا جدا. طبعا بعد ما سبته على الشعر زي ما قلت لكم كده لمدة ساعة، طبعا اتغسل بالبلسم. بعد كده بقى ممكن تغسليه بعدها بأسبوع بالشامبو عادي. طبعا الحنة دي لا تستخدم للحواجب، متستخدمهاش على الحواجب خالص، ما ينفعش تستخدميها على الحواجب، هي للشعر بس. طبعا انا حبيت اشارككم التجربة بتاعتي مع الحنة ديت، واقول لكم فعلا انها حنة جميلة جدا جدا وبتدي نتيجة جميلة جدا جدا. وغطت كل الشيب اللي عند والدتي وخلت الشعر لون بني جميل جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.